تخسر الهضرة، تخسر الهضرة أو السب، الشتم، سميها كيما بغيتي. واحد الظاهرة اللي انتشرت بزاف في العصر الحالي. تقدر مثلا تخرج تبقى تلقى ماشي غير المراهقين بالطول، ولكن تقدر تلقى مثلا دري صغير، راجل كبير، مرا، بنت، ولد، كيف ما أي واحد تقدر تلقاه كيخسر الهضرة. ولكن المشكل ماشي هنا، المشكل هو أن ملي كلشي ولا كيخسر الهضرة، تخسر الهضرة ولات حاجة عادية، ولات الحاجة اللي ماشي عادية أنك ما تخسرش الهضرة. مثلا انت تتسول شي واحد تقول له انا ما كنخسر الهضره، يقول لك كيفاش؟ هو واش المسلم القوي، المسلم وليتي فقير؟ وهذه حاجه خايبه، بحيث الحاجه ملي كتكون حاجه خايبه وكلشي كيديرها فكتولي كتعتبر حاجه عاديه، هنا كيولي مشكل كبير. وراه كلشي عارف، بلا ما نقدر، بلا ما نبدا ندوي ونعاود بلي الاسلام ديالنا حرم تخسر الهضره، وبالله تخسر الهضره في اسم كبير، وبزاف ديال الاحاديث وكذا. مثلا عندي واحد الحديث هنا، الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كنا عارفين بلي الله يبغض مثلا اي واحد كيخسر الهضره. ومثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. بعيد على، تقول الجهه، ماشي الجهه، بعيد على الجهه بعيد على النظره الاسلاميه، كنظره اخلاقيه. تصل الهضره كانوا غيبقى ديما حاجه اللي منبوذه في المجتمع. فضروري غادي تكون واحد شي مره او شي نهار من الايامات او شي عام جربت انك تخسر الهضره وتخطي في المشكل اللي كيطيح فيه كلشي. كتقطع واحد اللقطه كتخرج بلا ما كتحس، كتكون انت تتخرج لساك تعود على ديك الهضره، تعود بزاف د المرات. ف حتى انا كانت عندي واحد التجربه ديال، راك عارف دري صغير كلشي كيقول هذيك الهضره، كلشي كيقول ديك الكلمه، انت كتبدا تقول الدراري كيضحكوا، شويه كتبدا تضحك كتغاب الضحك، كتقول ما شويه غادي كتكبر، شويه صافي كتكبر معكم، تقوليتي اي كلمه خاصك تقولها، خاص تخسر فيها الهضره. وأسوأ حاجه هي مثلا انك تسلق لك شي كلمه قدام والديك ولا كدا، وراه بزاف ديال الناس شربوا هاد الشريبه. تخسر الهضره خلقات ليه بزاف ديال المشاكل من ناحيه دينيه، من ناحيه مع الوالدين، مع بزاف ديال الحوايج. تخيل تقول كالس مع الوالد تاعك ولا الوالده تاعك وحاضر يهضر تكرا تسلق شي حاجه. طبقت بزاف ديال البروتوكول، جربت بزاف ديال الحوايج وجبت لك العصاره ولا الخلاصه ديال داك الشيء اللي نفع معايا. وكنبشرك بالله هاد العاده حاجه سهله انك تحيدها، فهي غير عاده ماشي ادمان، شي حاجه كتجرك عندها غير واحد السيركل او واحد البروسيس تعود عليه دماغك. ف ما تنساش دير ديك لايك، سبسكرايب، كومنت، وتبع معايا حتى الاخر، حيت هادشي اللي غادي نعطيك مهم بزاف باش تلقى او باش تحيد هاد الفعل. رقم واحد: awareness زائد triggers. اش كاين هادشي؟ الوعي زائد المحفزات. هاد النقطة قسمتها على 3 A B C. A: إمتى كيوقع السب أو إمتى كتخسر الهضرة. B: الوعي بالذات ملي غتخسر الهضرة. و C: خلي شي حاجة ملموسة كتفكرك بالتحدي. A: إمتى كيوقع تخسر الهضرة. بغيتك تجلس وتفكر إمتى أنا إمتى كنبدا نخسر الهضرة. واش مثلا ملي كنكون فرحان، كنكون معصب، كنكون مثلا في قهوة مع صحابي كذا، انا راجعت راسي لقيت راسي، وماشي غير انا، تقريبا غادي تلقى حتى انت راسك وتعب بالمية ديال الناس كيلقاو راسهم كيخسروا الهضره مع صحابهم. لقيت راسي كنخسر، كنكون مع الدراري كنخسر الهضره. ولقيت عاوتاني راسي ملي كنكون معصب كنخسر الهضره، مثلا طايفت مع شي واحد ولا شي وقعت شي حاجه كنلقى راسي كنخسر الهضره. فها هي رقم واحد، عرفنا امتى حنا كنخسروا الهضره. رقم جوج، واللي هي انك توعى براسك. مثلا قبل واحد المده اللي قصيره ما طويلاش، ولصقت فيها واحد العاده اللي خايبه، اللي كنكون جالس كنبدا نلعب بشعري ديك هكا، نلعب بيه باق باق باق، كنبدا نبوكليه بحال هكا. وهاد القاعده ولات اوفر مع الوقت، وليت كنديرها في معظم الاوقات. ملي جيت نحيدها، اول حاجه استعنت بها وهي اويرنس او الوعي. ملي تبدا العاده، ملي غير كنبدا نديرها كنوعى، بديت كندير كنحيد، غير كنرجع كنساوي حاجه كنبدا حيدتك. فهمتي كيفاش؟ حتى انت وقت ما حسيتي براسك غادي تخرج شي كلمه او قلتي شي كلمه،
عارف وعا براسك، حيت اغلبيه ديالنا كدوي ما ماشي ما كتعرفش بلا خسرتي الهضره، كاع ما كتعتبرها تخسر الهضره غير الهضره، كتمشي غير مع الهضره، لا كتكون كدو ملي كتطلع شي كلمه عارف بلا راه لا شي كلمه ولا باغا تخرج شي كلمه عارف بلا وكتحبس مع الوقت كتلقى هاد القاعده كتمشي مع راسها. كيف ما قلنا خلي شي حاجه ملموس تفكرك بالتحدي، مثلا تقدر اي حاجه تكون معاك ديما تفكرك بلا ما خاصكش تخسر الهضره، مثلا يكون عندك شي خاتم او مثلا شي ساعه شي ساروت، مثلا كنت كنخرج والبوشيطه تاع التليفون كنت كنعلق فيها شي حاجه، مثلا واحد اللعيبات عرفتي تيكونوا ما عنديش انا باش نوريك، المهم تقدر غير مثلا الساروت ديال الدار كتكون خارج وشاد الساروت في يديك هكا، تما شي الساروت كتفكر ما خاصنيش نخسر الهضره، فكتخلي واحد الوعي، كتكون واعي بحيث ديك الحاجه ما تجيش تلقائيا، كتحولها من حاجه اوتوماتيك لمانيوال، ما كتخليه تجي اوتوماتيك ديما، كتوعي ما خاصنيش. وهاد الحاجه كدوز لها لستيب رقم 2 اللي هي ريبليسمنت، او انك تبدلها. وهاد الريبليسمنت هاد النقطه قسمتها حتى هي على جوج، او بي ا change word and sentence، بي slow your rhythm. وهي انك تبدل كلمات الجمل تاعك. اجي نقول لك كيفاش. انت بديتي كتحب انت من نهار كنتي صغير هضرت خلطت تخسر الهضره، فملي غادي تخسر الهضره اش غادي تقول؟ دماغك ما كيلقاش شي جمله، مثلا الجمله المناسبه لهذا الموقف هي هادي، ولكن انت حيتي ديك الجمله، فاشنا هي الجمله المناسبه ما عرفناش، استبدل دوك الكلمات تاعك، استبدل دوك الجمل. مثلا شي واحد مثلا كنت مع صاحبك تتعصب تقول لي شر الله ينعل كذا، لا بدل ديك الجمله قول لي مثلا، تقدر مثلا اي حاجه، مثلا تبت ولا بتاع الناس ولا المهم راك عارف انت غادي على حسب الاسلوب تاع ديال الهضره تاعك، بدل الجمل والكلمات اللي كتقولهم، بدل تخسر الهضره بكلمات مزيانه كذا. زائد بيس لو يوريتم انك توعى بالهضره اللي كتقول، مثلا دوي بشويه قبل ما تقول شي حاجه، حبس واحد 5 ثواني، مثلا اش قال كندوي معاك يا فين اخويا لاباس عليك بخير، كذا كذا، بلاصه ما ندوي بحال هكا تقدر مثلا تسول، مثلا سولتيني شي سؤال دير ديك آه واخا ماشي مشكل، علاش لا، فهمتي كتحبس ديك 3 ثواني 2 ثواني كتفكر في داكشي اللي غادي تقول قبل ما تقولو، قبل ما تقول شي كارثه، حبس واحد 2 ثواني فكر اش غادي تقول، دوي بشويه ماشي بالضروره تقول كذا مشيت لهنا وكذا وتلاقيت مع واحد الدري، داك الدري الله يعمر هذا كذا في السمات تلاقيت بدا دوي، هادشي كيعطيك كونفيدنس وكيعطيك واحد النوع ديال الهيبه، وهضرتك كتكون كتشوف هضرتك قبل ما تقولها، فهمتي كيفاش تقدر بحال كيف ما كدوي مع والديك نفس الشكل، كدوي حاضر هضرتك حاضر رد لك شي كلمه. ستيب رقم 3 واللي هي طاكس والكونسيكنت كونسيكونس، ما عرفت سميتها كاع، طاكس واللي هي العقاب، وهادي هي النقطه اللي الا درتيها تقدر ما درتش نقطه ودير غير هادي وغادي تنفع معاك، وهادي النقطه اللي قدرت تحيد بها على في قل من 3 ايام سيمانه، قل من يومين كاع، لا ماشي يوم، المهم واحد 3 ايام، وقت ما زلقات لك شي كلمه عاقب راسك، تقول لي كيفاش تعاقب راسك؟ انا كيفاش كنت كنعاقب راسك؟ كنت كنقرص راسي، باش تيكونوا جالسين في القسم بحال هكا وكندويو واحد القصه، نقول ليه بغيت كلمه وسير اصاحبي سير، خسرت الهضره، قرص راسك تتخرج كتقرص راسك ديك مزيان، عرفتي تتبغي تنزل يد الدمعه، فهمتي تتقرص مزيان راسك كذا. ولا مثلا نزل تراكسيون، مثلا كل تخسر الهضره نزل نضرب 5، بس 1 2 3 4 5، سير 1 2 3 4 5، ما نخرجش كيوقع دماغك كيبدا يربط ديك الحاجه، ولا درنا هذا الشيء غادي تلقاو المقابل تاع الالم، فما غاديش نديرو، فهمتي كيفاش دماغك كيبعدك على الالم، الا درنا هذا الشيء غادي نقصحو، هذا المقابل تاعو هو الالم، فلا بعد لا صافا بغيناش، فمع الوقت كتلقى راسك كتقطع
رقم 4 واللي هي العكس تاع positive reinforcement أو المكافأة، تكافئ راسك. كل نهار دوزتي بلا ما ما قلتي حتى شي خصال الهضرة، كافئ راسك. مثلا تفرج شي فيلم عزيز عليك، شي سيري عزيز عليك، خرج مثلا تمشى، تصنت الموسيقى اللي عزيزة عليك، مثلا شي شوكولات، شي حاجة عزيزة عليك انت ديرها، واعتبرها مكافأة لراسك. كل نهار، كل 3 أيام، كل سيمانة، دماغك غادي يبدا يبعد على الألم ويقلب على المتعة. كنتكافئو فمزيان، مبغيناش فهمتي. رقم 5 واللي هي آخر ستيب، اللي هي براكتيس زائد تايم، ممارسة زائد الوقت. كيفاش؟ واللي هي أنك كتر بلا تخسر الهضرة. كيفاش؟ مثلا باش لسانك كيتعود على الهضرة تاعك، فمثلا ملي تعودتي على شي كلمة ولا شي جملة كتبدا تقولها تلقائيا بلا ما تفكر، وكتبدا تعاودها تلقائيا بلا ما تفكر، باقي ماشي دماغي انما لسانك كيتعود على ديك الهضرة. ف لسانك باش يتعود خاصو البراكتيس وخاصو الممارسة. خرج دوي كتر مع صحابك، دوي مع والديك، دوي بلا تخسر الهضرة. مثلا شي صاحبك يجي فينا زكريا لاباس علينا، فينا احمد، فينا سمير، فينا المهم ما عرفتش لاباس عليا بخير كذا، دوي عادي وما تخسرش الهضرة. مع الوقت لسانك غادي يتعود على دوك الجمل الجداد ودوك الكلمات الجداد اللي كتقولهم، فغادي يخرجوا تلقائيا. زائد التغيير كيجي مع الوقت. مع الوقت هاد البروسيس خاصو شويه الوقت، ماشي ما تسناش من النهار الاولاني، وهي دغيا ما خصكش ديك الشهر 21 يوم، لا 3 ايام، 4 ايام، سيمانه، كاع سيمانه غادي تلقى راسك تنيتي من تخسر الهضره. كنتمنى اخويا انك تفك من هاد العاده، حيت حاجه خايبه بزاف، واخا كلشي كيدير ولكن حاجه خايبه بزاف. فكنتمنى انك استمتعتي بالفيديو، ما تنساش دير ديك لايك، سبسكرايب، شير الفيديو ظريف. تسنى الفيديوهات الجداد. كان معك ادم، بيس.